السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ابويا يا رب العالمين، وارحم صالح الجعفراوي، وارحم كل شهداء المسلمين. بصوا بقى، النهارده بدأت اليوم انا صاحيه كده مع ولادي، وهم رايحين بقى مصالحهم ان شاء الله. فقلت اما اقرا جزء من الورد بتاعي كده بدري، وكنت بصراحة قايمة معدتي يعني تحسوا حرب كده. قمت راح عاملة شوية نعناع حلوين كده، وقلت اما اشربهم واحنا قاعدين الشوية بتوع الصبح دول قبل ما اقوم ادخل بقى على البيت، على معركة البيت. طبعا انا سويت بقى الغرف على السريع كده لان البيت مفيهوش حاجة الحمد لله. وبعد ما الولاد مشوا بقى بفتح كده اهوي الدنيا يعني. المهم، تعالوا بقى اعمل فطار كده لبناتي. الطاسة دي انا جايباها معايا والله العظيم اول مرة استخدمها، عجباني قوي قوي وشكلها حلو جدا. حطيت فيها نقطة سمنة بلدي كده، وهعمل فيها بيضتين شكلها حلو قوي. شوفوا شكلها تحفة. وعلى فكرة هي رخيصة، كانت ب5 ريال. رحت عملت بيضتين كده وحتة لبنة وقشطة بعسل وشريحة لانشون كده، والفلفلاية الحلوة الصغنونة دي من الزرعة بتاعت اخويا، والجرجير والتوست، والنسكافيه ده لواحدة من البنات. وقلت بقى ايه، يقعدوا يفطروا كده مع بعض على السريع. هما اصلا بيعذبوني جدا جدا في الفطار الصبح، فقلت يفطروا بالهنا والشفا بحاجة شكلها حلو. تمام. هما بقى بعد ما مشوا بقى وانا قعدت شوية وكده، دخلت بقى عشان اجهز الغدا. احترت يا بنات اعمل ايه، رحت مطلعة فراخ، وقلت هعمل تتبيلة كده على السريع. دي بهارات، دي كلها بهارات مع عصير ليمون كتير قوي، مع معلقة زيت واحدة بس. ماشي. وقطعت بصل وطماطم كده وحطيتهم في الصينية والفراخ فوقيها، وتبلتها كده وسبتها شويه على البوتاجاز. يعني انا سبتها بره بقى، ما حطيتهاش في تلاجة ولا حاجه، سبتها في جنب كده. ورحت بقى ايه اعمل القهوه والنسكافيه بتوع اليوم. يعني انا بعمل كوبايه قهوه كده اشربها، وبعمل المج ده نسكافيه طول اليوم بقى كده جنبي. تمام. والكوبايه دي برضو بحبها خالص، هي ب180 جنيه هنا. انا كنت جايباها والله ب11 ريال من السعوديه وانا في السعوديه يعني. المهم، اكمل لكم بقى قصه اموله. ماشي. انا كنت قلت لكم الاول ان انا دخلت المعهد، او اللي هو الجامعه العماليه. وبعد كده اتخطبت في تانية جامعه عماليه. وبعد كده يعني قلت بقى لعريسي، قلت له انا ما مش عايزه اكمل في الجامعه العماليه، انا عايزه ادخل الكليه جامعه المنصوره. فالمهم قال لي طيب ماشي وكده، كنت جايبه تقدير جيد جدا. فكان متاح لي ان انا احاول ادخل الجامعه اقدم في الكليات. كان في بقى هندسه وفنون جميله وتربيه. فالمهم يا بنات قدمت وما كنتش كتبت تربيه. آم، ما كتبتش تربيه نوعيه دي اصلا خالص يعني. المهم كتبت رغباتي، وقعدت بقى الورق في التقديم في التنسيق، واستنفذت رغباتي. بابا بقى الله يرحمه، الله يرحمك يا حبيبي، راح القاهرة عشان يشوف موضوع الورق بتاعي. خلاص. فراح للمكتب بتاع التنسيق ويدور على الورق بتاعي، فيقولوا له ايه. فالراجل بتاع التنسيق بيقول له بنتك ملهاش غير تربية نوعية المنصورة، ما ترضى ولا تاخد ورقها ترجعه الجامعة العمالية دي. قال له لا، ده هي نفسها عادي في التربية، في تربية مش تربية دي زي تربية نوعية دي زي تربية. قال له اه. فكلمني في التليفون، قلت له ماشي يا بابا يا ريت. فراح جايب لي جواب التنسيق وجاي وفرحان، الله يرحمك يا بابا. وهو جاي كده فرحان ان انا دخلت تربية نوعية، اتقبلت في تربية نوعية. انتوا عارفين يا بنات انا دخلت تربية نوعية دي وقعدت شهرين في الكلية، وانا ورقي لسه ما جاش الكلية، لسه ما جاش من القاهرة من مكتب التنسيق والله العظيم. بس كنت في قمة سعادتي، كنت في قمة سعادتي. وكان فرحي اتحدد بقى وخلاص يعني، واتجوزت كمان يعني خلاص اتجوزت اصلا وانا في الكلية، وخلفت بقى وحملت، ويعني كان الدنيا بزراميط. والله العظيم كانت ايام، بس الحمد لله والله كانت ايام حلوة. المهم دخلت الكلية، وقالوا لي هتدخلي قسم اقتصاد منزلي. يا سلام، يا سلام، ده ايه الهنا ده انا ربنا بيحبني والله وحقق لي. ده كان حلم من احلامي ان ادخل كلية تربية.
تربية بقى اي حاجة، وكمان اقتصاد منزلي، يعني اقتصاد منزلي فيه بقى تفصيل وباترون، وماما اصلا خياطة ودارسة باترون اصلا، فيعني كانت بتساعدني واكل بقى وحاجات من دي وحاجات تانية وتغذية ومنسوجات ويعني وحاجات في البيت والتنظيم البيت وكل حاجة، كل حاجة في الاقتصاد المنزلي دي كنا بناخدها. اللهم لك الحمد، كنت بحب الكلية جدا وكنت مبسوطة بالكلية وزعلانة انها خلصت اصلا يعني. ده لسه اللي جاي يعني حكايتي مع الكلية دي اساسا. المهم يا بناتك الحمد لله، دخلت الكلية بقى وورقي جه وتمام، وكنت بحب الدكاترة جدا والمعيدين بتوع الكلية بتاعتنا دي، كانوا كده يعني تحسوهم كويسين، ما عدا الدكتورة اللي كانت بتدينا الكيمياء. شوفوا انا كنت باخد كيمياء واشتلت الكيمياء دي سنتين ورا بعض، اشتلت كيمياء سنتين ورا بعض بجد. كنت بكرهها، الدكتورة ايمان الجندي دي كنت بكرهها، كانت انسانة صعبة جدا جدا. لما بقولها انا مش فاهمة حاجة يا دكتورة تقولي مش وظيفتي، انتي اخدتي كل ده في الثانوية. اقول لها ما كنتش في ثانوية اصلا، ما كنتش في ثانوية عامة اصلا. تقولي مش مشكلتي اصلا. وبجد بجد بجد انا زعلانه منها جدا جدا، والله يسامحها، الله يسامحها. الوحيده اللي كان ليها فضل في ان هي تغششني وانجح في الكليه، غششتني في الامتحان عشان انجح بقى واخلص من من الكيمياء دي. صاحبتي كان اسمها نجوى، مش فاكرة والله كان اسمها نجوى ايه، بس انا بشكرك يا نجوى وبأكن لك الفضل لله وحده ثم انتي في اني نجحت في الكيمياء. بجد بجد يا جماعة ربنا يبارك لها، كانت غششتني في الكيمياء او الحرف كده عشان اعرف، انا اصلا مش كنتش فاهمة الرموز ولا CH2 ولا H2O ولا الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل دي اوضة ابني يعني كنت بروقها، وانا ما بصدق ان هو يروح الجامعة بتاعته علشان ادخل اروق اوضته. المهم دخلت الكلية بقى والحمد لله حملت في فريندة بنتي وانا في الكلية وولدتها، وبعد كده حملت في عبد الرحمن وانا في الكلية وولدته تمام، وبعد كده جوزي بقى سافر وانا في الكلية برضو، يعني انتوا فاهمين. فضلت في الكلية دي لاخر لحظة في عمري. وهكمل لكم بقى الفيديو الجاي بعد كده انا عملت ايه بعد الكلية، يعني مصايب. بس الحمد لله يا رب، الحمد لله. شوفوا بقى هنا رحت اعمل سلطة كده، سلطة الخيار بالزبادي، عملت لي بقى كوبايتين، انا بعشق زبادي مراعي الاديب، جربوا كده زبادي مراعي الاديب دي وانتوا هتدعولي. حلوة جدا، طعمها زبدة كده سمنة، تفهموش تحسوها دسمة جدا وخطيرة يعني. المهم بقى ببشر خيار كده وزبادي وطحينة، وده سماق وزعتر وليمون، وممكن تحطي خل وسن التوم، وخلاص على كده، وقلبي بقى بالمعلقة وحطي بقى جنب الفراخ المشوية دي مع رز بسمتي اصفر، والاكلة كانت خطيرة. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. بصوا بقى يا بنات، وده كان الروتين بتاعي وكان اليوم بتاعي، وهكمل لكم القصة في الفيديو الجاي على طول، والله مش هتأخر احكي لكم لان انا اللي حابة احكي لكم. ان شاء الله نكمل مع بعض. ما تنسوش بقى لايك الفيديو، وشكرا للبنات اللي زي العسل اللي قلبهم ابيض اللي دخلوا وكتبوا لي كومنتات. ربنا يبارك لكم ويسعدكم في حياتكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه كله كله واضعافه كمان، واكون شاهدة عليه واكون صاحبة ليكم باذن الله. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة. وجربوا الفراخ بالطريقة دي والله العظيم الله يصلح حالها يا رب، صاحبة الوصفة سهلت عليا، هعملها كمان النهاردة ان شاء الله لولادي. يلا مع الف سلامة وفي رعاية الله.